المهم جمعت ليها شعرها وهدنتها وكنقول ليها ما تخافيش. وانا كنهدن فيها دخلات جارتها المرأة الطيبة وقالت لي مالها الضاوية اختي، اشنو وقع ليها؟ قلت ليها هانتي كتشوفي في الحالة، راني صيفط ابراهيم راجلها يجيب الفقي، راها مخلوعة وكتقول مرأة دخلات كتضرب فيها، وراجلها قال حتى حد ما دخل عندنا للدار. قالت المرأة الطيبة راه حتى كنزة البارح في الليل غيبات كيف شفتي، وجبنا ليها الراقي صاحب راجلي مشهور ومعروف عالم روحاني الحمد لله، وبنتي تهدنات شوية وقال لينا بلي شي حد عمل ليها سحر وكتب ليها تحصيل، وقال لينا الحمد لله ملي اعتقتوها، وكان تعطلتو شوية كان مفعول هاد السحر غادي يشكل خطر كبير على حياتها. قلت ليها اتينا به. ناضت وفي نص ساعة جا الراقي، رجل الهيبة على وجهه وبين فيه إنسان رباني ومتمكن. غير شافتو بنت اختي الضاوية وهي تطيح، بدا كيقرا في القرآن وهي تنطق وقالت تعدات عليا وحطات سحر في قبري احدى راسي وحدى رجلي. على سلامتك، ما يكون عندك باس. وخرجات شافت فيا الضاوية وقالت لي اشنو واقع؟ قلت ليها راكي طحتي وغيبتي وجبنا لك فقيه وعاد حليتي عينيك. المهم قررت نبقى معاها حتى للصباح حيت حالتها ماشي هي هذيك. جا راجلها وجاب معاه الفقيه وقلت ليه دارت الجارة اللازم الله يكتر من مثالها. شوية نضت الضاوية وغوتات غوتة كبيرة، كلنا قفزنا من بلايصنا كتقول ها هي جات هازة العافية في يديها بعدوها عليا. في الحقيقة حنا ما كنشوفوا والو من هذاك الشيء اللي كتقول، ولكن في الحقيقة حالتها ما تبغيهاش العدوك. حنا ما فاهمين والو اش هاد الشيء اللي واقع ليها. المهم قبضتها انا وراجلها ابراهيم وبدا الفقي تيقرا القرآن. تهدنات شوية، الكحال ديال عينيها ما بقاش كيبان، ونطقات بصوت ماشي ديالها، الصوت ديال مرأة عجوز
كتوعد وكتهدد إلا ما حيداتش داكشي اللي دارتو في قبري غيتشتت شملها غيبات. والفقي تيقرا وتيعزم وطلب باش نجيبو كاس ديال الماء، جبتو ليه، قرأ آيات من القرآن ورش عليها شوية منه، فاقت والباقي عطاها تشرب منه. في الحقيقة أنا ما عرفت والو من هادشي اللي وقع لبنت اختي. شكون هاد المرأة اللي دخلات الجسد ديالها وكتهددها وكتقول باللي وضعات في القبر ديالها سحر قلقها في قبرها؟ في الحقيقة هادشي كيحير، وانا ما عرفت ما ندير ليها. واللي بقى فيا كتر وليداتها صغار وخايفين ومرعوبين. المهم الضابية حالتها كتسوء نهار بعد نهار. حبسناها في بيت وبقيت معاها، وفي نفس الوقت ترجيت من الراقي باش يشوف اش هادشي ويفكها من المحنة ديالها ويشوف من حالها وحال وليداتها. المهم الراقي حضر وقرر باش يشوف اش واقع للضاوية، هاد الاخيرة اللي ما تقدرش تشوف فيها، ما بقات لا كتاكل ولا كتشرب. عزم الفقيه وحضر الروح اللي كتعذب الضاوية، سولها اش بغيتي عند هاد المرأة؟ خرجي من جسدها، راكي تعديتي عليها، اشنو دارت ليك؟ وهنا نطقات الضاوية وبصوت غير صوتها، صوت مرأة عجوز، قالت ليه هي اللي تعدات عليا ووضعات في قبري السحر، وضعات وحدة راسي وحدة رجلي وراني كنتعذب. قال ليها ديالاش هاد السحر؟ قالت ليه هي عارفة، سولها، إلا ما حيداتوش غادي تنزل عليها لعناتي وغادي نطير ليها العقل ديالها وغادي تبقى تدور في الزناقي مقطعين حوايجها حتى تموت موتة الكلاب. قال لها الراقي وإلا حيدات هادشي من القبر غدا تبعدي منها. قالت ليه اليوم يومين باش وضعات في قبري سحر، وإلا فاتت 3 أيام ما عندي ما ندير ليها، ولا انت ولا غيرك ما يقدر يدير ليها حتى شي حاجة، حيت هي ما عرفاتش شكون انا في الجحيم كنتعذب لحقاش كنت ساحرة، سحري قوي. وهنا الراقي حنا راسو وبقى تيشوف حالة السعدية وقال ليها خودي هاد الكتاب ديريه في الزيف اللي كديرو على راسها، ومنين تفيق هادشي اللي سمعتيه سوليها اش من سحور دارت وطلبي منها باش تحيدو، راه بقى ليها غير غدا كيف ما سمعتي، وهاد الكتاب يبقى في راسها وما تحيدوش حتى تزول السحور اللي دارت في القبر، تحرق السحر وتحتفظ بالكتاب معاها حتى تكمل 7 أيام وتحرقو وتطلب السماحة من اللي عملت ليهم هاد السحر. أنا مهمتي سالات، هذه هي الشروط اللي خصها دير باش ترجع لحالتها الطبيعية، وراكي سمعتي كل شي. نهار واحد اللي بقى ليها اللي هو غدا، وإلا فات حتى حاجة ما غادا توقف اللعنة اللي صابتها.
أنا بقيت حالة فمي وساهية، وقلت ليه الله يرحم والديك سيدي، وبغيت نعطيه شي بركة. شار ليا بيديه لا، وكيف ما قال لي الراقي إلا تعطلات اللعنة غدا تلصق فيها حتى تموت. في الحقيقة بقيت كنشوف فيها وهي ناعسة بقات فيا، وقلت مع نفسي الجهد تهرس وبنادم ضعيف. المهم الضاوية فاقت، قلت ليها على سلامتك، ابتسمات وقالت لي الله يسلمك. قلت ليها بنتي بغيت نهضر معاك. قالت لي قولي يا خالتي، انتي في بلاصة المرحومة امي. قلت ليها غادي نجيب لك تاكلي ونهضروا. دخلت للكوزينة وجبت ليها التاكل. جاو وليداتها باقن صغار، محسن 10 سنين وفاطمة 7 سنين ورجاء 4 سنين. منظرهم وهما كيعنقوا امهم سالوا لي الدموع من عيني، وقلت لهم سيروا تفرجوا في البيت الاخر، راهمكم عيانة شوية. مشاو وكلات الضاوية الماكلة اللي جبت ليها كلها، شبعات مسحات فمها. قلت ليها بالصحة، ابتسمات وقالت لي الله يعطيك الصحة. سمحي لي خالتي عذبتك معايا، خليتي دارك وولادك وبقيتي مقابلاني. قلت ليها انتي بنتي حتى تعافاي وغنمشي لداري ماشي مشكل. ودابا بنتي بغيت نتكلم معاك وجاوبيني بصراحة. قالت لي نكذب على كل شيء وما نكذبش عليك انتي. شوفي يا بنتي، راكي مريضة بالمس وانا كنت مع الراقي. منين غيبتي واش درتي شي سحر ودفنتيه في شي قبر؟ حدرات راسها وما جاوبتنيش. قلت ليها شوفي يا بنتي، هاد الشي راه خطير، والراقي الله يكتر خيره كيف ما سمعت انا وياه راه المرأة اللي ساكنة في جسدك كتوعدك بالعذاب الأليم إلا ما حيدتيش السحر اللي حطيتيه في القبر ديالها. وقالت باللي بقالك غير يوم واحد، وإلا ما حيدتيش غادي تصيبك لعنة الموت وغدا تذوقي العذاب قبل الموت. هكذا قالت مولة القبر اللي تعديتي عليها كيف قالت، ودرتي السحر عند راسها وعند رجليها، وبسبابه راها كتعذب. حدرات الضاوية راسها وبقات كتبكي. قلت ليها شوفي يا بنتي، انتي راكي بنتي والله يشهد شحال عزيزة عليا. انا كنشوف فيك المرحومة اختي، وصاتني عليك وهي كتموت. كيف ما كان هادشي انا معاك. يلا بنتي نمشيو للروضة اللي دفنتي فيها داك الشي ونحيدوه من القبر. راه مولات القبر ما غاديش تفارق معاك، وإلا فات 3 أيام قال لي الراقي حتى فقي على وجه الأرض ما غادي يفكك من هاد اللعنة. وما تخافيش دابا، ما عندك مناهاش تخافي، أنا معاك وسرك في بيرة بنتي. في الصباح بكري نمشي ونزولو السحور من القبر
نحرقوه، والراقي راه ملك تحصين. ما تخافيش، كل شي غادي يدوز بخير. ومولات القبر راها غضبانة بزاف منك. إلا حيدتي هداك الشي من قبرها غادا تبعد منك. المهم، اعترفت الضاوية بنت اختي بداك الشي اللي دارت، وقالت لي واش الله غادي يسامحني. قلت ليها الله غفور رحيم، وطلبي السماحة من هادو اللي درتي ليهم هاد الشي. سكتات وتنهدات تنهيدة كبيرة، وقالت لي خالتي ندمت على هاد الشي اللي درت. الحقد عمالي والغيرة كلاتني وأنا ندمانة. شوفي يا بنتي، الشيطان ولد الحرام، والحقدة بنتي نار كتاكل صاحبها. انتي باقا صغيرة، ولادك محتاجين ليك وهما باقين صغار. واش ما شفتيهمش كيفاش كانوا كيعنقوك؟ المهم في الصباح نمشيو. في هاد الليلة نعسات الضاوية مزيان، حيت التحصين اللي عطاها الراقي حماها من الروح الشريرة. طلع النهار والضاوية مشات في نومة. عييت ما نفيق فيها والو. الحق العصر وباقا ناعسة. قلت مع نفسي ياك ما ماتت. دوزت يدي على نيفها، لقيتها مازال كتنفس. مشيت للكوزينة وجبت كاس ديال الماء ورشيت على وجهها منه شوية. فاقت وقلت ليها الله بنتي، مشى الحال وخصنا نمشيو للروضة نحيدو داكشي اللي درتي في القبر. واش نسيتي؟ ناضت مفزوعة وقالت لي داني النعاس بحال الا ما نعستش شهر. قلت ليها كولي شي حاجة بالزربة ويلا نمشيو للروضة، راه فات الحال. وقولي لي بعدا فين جات هاد الروضة؟ قالت الضاوية غادي نمشيو ليها في الطوبيس، راها بعيدة. هي روضة منسية والقبورة فيها قدام. ودابا بنتي انتي عاقلة على القبر اللي درتي فيه داك السحور؟ قالت لي المهم غير نوصلو وغادي نعرفو. المهم ركبنا في الطوبيس، وما يخفاش عليكم المحطات اللي كيحبس فيهم. المهم وصلنا معطلين. المغرب أدنات. قلت ليها الله بنتي، اش هاد البلاصة الخلا، بلاصة مهجورة، كيفاش جيتي لهاد الروضة؟ ومالكي على هاد الشي حتى لهاد الدرجة؟ انتي حاقدة على هادو اللي سحرتي ليهم. شافت فيا وتقدماتني ومشات نيشان القبر اللي عملات فيه السحر، وقالت لي ها هو. قلت ليها حفري، جبدي داكشي اللي درتي. حطات يديها على القبر وهزاتها بالزربة وكتنفخ فيها. قلت ليها مالكي؟ قالت لي القبر سخون بزاف. قلت ليها ودابا بنتي اش غادي نديرو؟ جبدي داكشي اللي دفنتيه فيه. قالت لي بغيت شي عود ولا حجرة باش نحفر. قلبت على حجرة بقات كتحفر حدا راس القبر. ومن شدة الهول تسمرت في بلاصتي. خرجات نار قوية من حدا راس القبر. هربنا بجوج. شوية طفات النار. قلت ليها جري
جري حيدي داكشي اللي تماك، راكي في خطر، خاصكي تحيدي داكشي. رجعات باش تجبد السحر اللي عند راس قبر الميتة، خرج تعبان عمري ما شفت فحالو في الضخامة والطول. هربنا بجوج، بعدنا وما درناش ورانا، حتى وصلنا لباب الروضة. درت ورايا ما بان ليا والو. قلت ليها بنتي نمشيو بحالنا، الليل قرب يطلع، وليداتك خليناهم بوحدهم، نمشيو لعند الراقي ونخبروه باللي شفنا. المهم وحنا في الطريق ما طرا والو، وصلنا للدار. شوية نادت الضاوية من بلاصتها وعينيها خرجوا من راسها، كتقول ها هي جاية، كتغوت وكتبكي. قلت لابراهيم راجلها دي الدراري للبيت الاخر، ما تخليهمش يشوفوا هاد الشي، وعيط للراقي وداك الشي اللي كان. شديت الضاوية اللي خزنات وجهها في صدري، وانا كنقرا شوية القرآن وكنتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوية دخل ابراهيم راجلها والراقي، قال لنا الراقي طلقوها. جلس حداها وقال راجلها شد يديها، طلب مني نجيب الماء. مشيت جبتو ليه، قرا عليه القرآن ورشو عليها كامل. غوتات غوتة كبيرة، غيبات. قال الراقي اش بغيتي عند هاد المرأة؟ نطقات وقالت هي اللي تعدات عليا، وكيف قلت ليك فات الفوت وما وفاتش بالوعد، واللعنة ديالي ما غداش تحيد عليها. رجعات الضاوية غيبات. سولني الراقي واش ما مشاتش تزول داكشي اللي قلت ليها، ولحقاش راجلها جالس. ما بغاش الراقي يوضح كتر باش ما يفهمش ابراهيم غلط. المهم قال الراقي لابراهيم جيب الحليب وعود ديال الند. مشى ابراهيم باش يجيب المطلوب. قلت للراقي داكشي اللي شفناه. قال لي الراقي ما عندي ما ندير ليها، اللعنة قوية، انا غادي ندير ما في جهدي. بقيت كنطلبو وقلت ليه شوف غير على وجه وليداتها باقين صغار. جا ابراهيم وجاب داكشي اللي طلب منه الراقي، خوى الحليب في زلافة وقطع عود الند وخلطو مع الحليب وحركو مزيان، وقال لخالتها شربيها شوية منه. دارت داكشي اللي قال ليها الراقي، وهي ترجع الروح اللي سكنات الجسد ديالها. قال ليها الراقي خرجي من هاد الجسد وبعدي من هاد المرأة وسمحي ليها، واش انتي من الانس ولا من الجن، مسلمة ولا كافرة؟ نطقات الروح وقالت انا من الانس، مت وعمري 95 عام، كنت اقوى ساحرة
فارقها حتى تموت. غيبات الضاوية مرة أخرى ورش عليها الراقي الماء اللي مقروء عليه القرآن. فاقت وجلسات في بلاصتها. قالت: مالكم اش كاين؟ قال الراقي لخالتها: قولي داكشي اللي سمعتي. هادي آخر فرصة ليها. ومشى الراقي وتبعو إبراهيم رجل الضاوية حتى الباب. واغتنمت الفرصة وقلت لها: بنتي، الله كيحبك، والراقي الله يجازيه بخير راه دار فوق جهدو، والروح اللي سكناتك غادا تبعد منك إلا انتي طلبتي السماحة من البنت اللي درتي ليها السحر الأسود. شكون هي هاد البنت؟ قولي لي نمشي معاك حتى لعندها. حنات راسها وما نطقات حتى بكلمة. لو كان عرفتها بنتي كون أنا مشيت لعندها، ولكن الشرط سيقول انتي اللي خصك تطلبي السماحة منها. ما تكلماتش الضاوية، فقط قالت مدقدقة وبغيت ننعس، وطاحت على المخدة ونعسات. ومن كثرة ما داز عليا مع الضاوية تكيت حداها نرتاح، وشوية داني النعاس، وما فقت غير على الدقان في الباب والغوات. شفت في جنبي الضاوية ما كيناش. جريت للبيت الاخر، لقيت الدراري ناعسين. مشيت للكوزينة، لقيت ابراهيم كيسخن الماء باش يصلي الفجر. سولته: فين الضاوية؟ قال لي: راني خليتكم ناعسين بجوج ومشيت ننعس. قلت مع نفسي: اويلي، فين مشات؟ مشى ابراهيم للباب يشوف شكون اللي كيدق، وكانت المفاجأة الضاوية شادينها 4 ديال الدراري، وهي مريشة راسها ومقطعة حوايجها وكتقول: بعدي مني، وكتقمش في وجهها والدم كيسيل. قالوا لينا 2 ديال العساسة راه شدوها غير الدراري وهي كتجري حفيانة وكتغوت. ومنين مشينا نشوفوا شكون عرفناها الضاوية مرات إبراهيم. ومن هول المصيبة كان كلام الراقي كله على صواب. حلات اللعنة على بنت اختي وفات الفوت. دخلوها معانا العساسة للدار لحقاش قوتها كانت كبيرة. ربطناها ودموعي كيطيحوا كيف الشتا. دخلوا الجيران واغتنمت الفرصة ومشيت عند الجارة اللي لقيتها كتسورس في الباب ديالها باش تجي تشوف الضاوية. وغير شافتني قالت لي: اختي السعدية، مال الضاوية؟ عاوتاني تزاد عليها الحال، مسكينة بقات فيا، كاع ما تستاهل هادشي اللي كيطرى ليها. حنيت راسي وقلت مع نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلت ليها: حليمة، بغيت نهضر معاك. قولي اش كاين؟ بغيت نتكلم معاك في دارك، واش مسموح؟ قالت لي: الله ودي، الدار دارك. دخلنا للدار وقالت لي: ياك شي باس ما كاين. قلت ليها: والله ما عرفت منين غنبدا. قالت لي: حليمة، شوفي يا اختي السعدية، حنا خوت، الا بغيتي الفلوس كاع ما تحشمي، راه الضاوية بحال اختي. طلعتها بتنهيدة من قلبي وبقيت كنشوف فيها وقلت ليها:
الناس بحال قلال، انتي مرا طيبة من حباب الله. ابتسمات وقالت لي حتى انتي مرا طيبة. قلت ليها كيف دايرة كنزة وكيف بقات؟ قاع ما سولت فيها. سمحي لي، راني تدهيت مع بنت اختي الضاوية، والله داري ما بقيت كنمشي ليها. كنزة بنتي الحمد لله بخير من بعد داكشي اللي صابها، ولات لاباس بفضل الراقي عبد المجيد، الله يكتر من مثالو. قلت ليها الحمد لله. قالت لي ما قلتيش ليا فاش بغيتيني، ما تحشميش قولي. قلت ليها تعطلت على الضاوية، غادي نمشي نشوفها. قالت لي حليمة نمشي معاك. كانت حالة الضاوية كتشفي العدا، كتغوت وكتحاول تحيد الحبل من يديها وكتقول كانت تحرق. في الحقيقة قدام هذا المنظر كنشوف بنت اختي اللي كتعذب، وكنشوف جارتها المرأة الطيبة مولات القلب الكبير. علاش هادشي كله؟ قلت مع نفسي اللي دار الذنب يستاهل العقوبة كيف كيقولوا. المهم في 10 ديال الصباح الضاوية ما غمضوا ليها عيني، وجارتها حليمة ما مشاتش لدارها، خرجات ورجعات مع الراقي وقالت ليه وانا كنسمع نعطيك شحال ما بغيتي يا سي عبد المجيد، غير شوف من حالها، انا مزوقة فيك. شرح ليها الراقي حالة الضاوية كلها وقال ليها فات الفوت راه ما دارتش الشروط اللي طلباتها الروح اللي سكناتها بسبب السحور اللي دارت، وحطاتو في قبر امرأة عجوز عمرها 95 عام وميتة في قبرها مدة 100 عام. وهنا دخلت وقلت ليها انتي مرا طيبة، هاد السحر القوي اللي قال الراقي مديول لبنتك، انتي مرا مؤمنة، شوفي من حالها وحال وليداتها، والمسامح كريم. بنتك والحمد لله بخير وعلى خير. قالت كنزة عند خالتها في فاس، نعيط ليها تجي دابا إلا كان الشفاء على يديها. وهنا تدخل الراقي وقال فات الفوت، كان على الضاوية يطلب السماحة من بنتك قبل ما تدخل الروح لجسدها، ودابا ما بقى ما نديرو، ما بقاش المشكل في انها تطلب السماحة. دابا لعنة القبر والساحرة والخدام اللي كانوا معاها منين كانت كتقوم بالسحر الأسود كلهم دابا في جسد الضاوية، وما غاديش يفارقوها حتى تموت. وهنا حليمة حنات راسها وقالت الله يسامحها، وخرجات في حالها. تبعها الراقي. حالة الضاوية ساءت بزاف، ديناها لسبيطار الحماق، دوزت في سيمانة وعيطوا لينا ماتت. وكيف ما قال الراقي اللعنة غدا تبقى معاها حتى تفارق الحياة. كانت هذه قصة لعنة قبر اللي راحت ضحيتها مرأة حقدات على جارتها، وكانت عاقبتها الهلاك والموت من بعد ما قاصات أهوال وأنواع من العذاب الأليم. كانت هذه هي نهاية قصة لعنة قبر اللي أكيد فيها عبرة لكل واحد كيمس إنسان بريء بسحر وكيأذيه وكيدمر ليه حياته، كتكون عاقبته الخسران والهلاك، والسحر كفر وعذاب في الدنيا والآخرة.
إلا عجبتكم القصة أحبابي ما تبخلوش عليا بلايك واشتراك في القناة. إلا كنتي أول مرة كتسمع قصص رعب بالدارجة المغربية وعجبتك القصة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش ديما يوصلك كل جديد في قصص الرعب بالدارجة المغربية. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله وحفظه.